جايبه لكم النهارده ريفيو عن فندق حلو جدا في المدينه المنوره. الفندق ده انا اكتشفته بالصدفه، حجزته من على بوكينج، وبجد ابهرني بموقعه وجماله. حلو جدا، هوريكم دلوقتي تفاصيله. انا هنا تحت لسه في الريسبشن، كنت لسه بستلم الغرفه، وهنا هخرج دلوقتي اوريكم الفيو بتاعه عامل ازاي، وهوريكم قد ايه هو حلو. وكمان كان سعره حلو جدا جدا، يعني انا واخداه فعلا والله بالصدفه، ما كنتش اعرف ان هو قريب كده للحرم. ومش قريب للحرم، هو في قلب الحرم. يعني انا دلوقتي هوريكم، انا كده خارجه من الباب بتاع الفندق اهو. شايفين؟ هنا انا بخرج على طول على الساحه، يعني مفيش احلى من كده. اللي هو يعني الاذان بيأذن وببدأ اتوضى وكل حاجه وانزل، والاقي نفسي دخلت الحرم وصليت، وانا ما مشيتش اي حاجه اصلا. الفندق ده اسمه حياة بلازا الذهبي. انا حجزته من على بوكينج، حجزته بالصدفة زي ما قلت لكم، كان عليه عرض حلو جدا. حجزته ب 220 ريال. كان فعلا سعره ممتاز. ما كنتش متخيلة ان انا ممكن اخد فندق يكون يعني جوه الحرم بالشكل ده، وكمان يكون سعره حلو قوي كده. فانا دلوقتي هاخدكم معايا واطلعكم الغرفه بتاعته، اوريكم الغرفه بتاعته نظيفه جدا. زي ما انتم شايفين، حتى الريسبشن بتاعه نظيف. في كل حاجه في تحت، الكوفي شوب الصغنن ده، في كل حاجه ممكن تتخيلوها. ده غير طبعا ان في وجبات ممكن تحجزوا بالوجبات بتاعته. خلاص، انا هنا وصلت الغرفه، هوريكم الغرفه من جوه شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده، انا هنا دخلت اهو الغرفه 5 سراير. انا كنت حاجزه غرفه باربع سراير ليا وللولاد، وهم يعني ادوني غرفه 5 سراير، مشكورين يعني. المهم ان الغرفه مريحه جدا جدا. الفيو بتاعها زي ما انتم شايفين كده، هي مش بتطل مباشر على الحرم، ولكنها بتطل عليه من الجنب زي ما انتم شايفين كده. السراير مريحه، المكان نظيف، الموقع طبعا تحفة. هنا مكة كانت نامت، كنا جايين من الطريق يعني كده، وكانت تعبت ونامت. المهم انا هوريكم دلوقتي الغرفة بقى. هنا في تلاجة بار زي ما انتم شايفين كده صغيرة، وده كده الدولاب بتاعه حلو جدا. مساحته حلوة، وده الحمام نضيف زي ما انتم شايفين اهو. مش معنى ان هو ب 220 يعني ان هو اي كلام ولا كده، لا والله كان جميل جدا. الدولاب نضيف، وحاطين فيه شماعات، وكمان في خزنة لو حابين تحطوا فيها حاجة او كده وما تخافوش عليها. كمان كان في الطرقة بره، كان في حاطين كولر للمية ديسبنسر. وكنتوا يعني تقدروا تخرجوا عادي جدا، تملوا زي ما انتوا عايزين براحتكم، تملوا الازايز بتاعتكم، تملوا كوبايات. حاطين برضو في الغرف شاي وسكر و... وكاتل، اللي هو مش مخلينكم محتاجين حاجة أصلا. وبعدين هنا بقى لما نزلنا بالليل، كنا ريحنا شوية ونزلنا بالليل. كنا خلاص يعني زي ما قلت لكم كده نازلين جوه الحرم. هنا الولاد كانوا ماشيين مع باباهم، سابقين قدامي كده وانا كنت بصور. قعدنا هنا في الساحة بره، كان الجو تحفة، كان الجو جميل جدا. قعدنا صلينا في الساحة وقعدنا شوية. هنا أنا قاعدة، أنا بوريكم كده الفندق أهو، مكتوب فندق حياة الذهبي. الفندق ده حلو جدا جدا بجد، يعني يا ريت تتابعوه، لو اللي يحب يروح يتابعه من على بوكينج ويحجزه. هنا مكا بنتي كانت بتكلم القطة، مش عارفة كانت بتقول لها ايه والله، بس هي نايمة معاها، نايمة جنبها كده ومندمجة معاها كأنها حد صاحبها مثلا. المهم بعد ما خلصنا بقى، وديت الولاد الفندق، ونزلنا زي ما انتم شايفين كده ستاربكس، اخدنا منها موكا، وتمشينا شوية كده في الساحة بتاعة الحرم. وبعد كده روحنا للولاد. كان فعلا يوم جميل جدا. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير.